السلام عليكم متابعي قناة هل تعلم. نقدم لكم اليوم في هذه المجموعة 5 من الأشخاص المدهشين الذين يقومون بأعمال خارقة للطبيعة حتما ستذهلكم. في المركز الخامس دانيال كيش. ولد دانيال وهو مصاب بسرطان ريتينوبلاستوما في كلتا عينيه، لكن هذا لم يمنع دانيال من ممارسة حياته بشكل طبيعي. يستخدم دانيال تقنية الصدى لتحديد موقع الأشياء التي حوله. هذه التقنية شبيهة بالسونار الذي تستخدمه الخفافيش والحيتان. لفعل ذلك يقوم دانيال بطقطقة لسانه ثم يسمع الأصوات المرتدة إليه. عجيب أليس كذلك؟ انتظروا، هناك المزيد. إنه يتنقل باستعمال دراجته الهوائية. هذا الرجل أعمى تماما ويستطيع أن يتنقل بالدراجة، سبحان الله. في المركز الرابع آلان روبير. يلقب هذا الرجل بالرجل العنكبوت سبايدر مان. يقوم آلان بتسلق البنايات حول العالم وبدون استخدام أي معدات للتسلق. كل ما يحمله هو حذاؤه الذي يتسلق به وحقيبة صغيرة مملوءة بمسحوق الطباشير. سبق له أن تسلق أطول بناية في العالم، برج خليفة. ترى ما الذي يدفعه لفعل ذلك؟ في المركز الثالث ستيفن ويلتشاير. يمتلك ستيفن ذاكرة تصويرية. منذ طفولته يحب أن يرسم البنايات والمناظر الطبيعية. يركب ستيفن المروحية ويأخذ نظرة لمنظر المدن ثم يقوم برسمها اعتمادا على ذاكرته الخارقة. تمكن من رسم نسخة مطابقة لمدينة لندن وعدة مدن أخرى بعد نظرة واحدة فقط. في المركز الثاني دين كارنازس. كل ما يمكن أن نقول عن دين هو أنه شخص يحب الجري كثيرا. شارك في ماراثونات عبر القارات السبع. نعم، شارك حتى في القطب الجنوبي. وقام أيضا بالجري في 50 ماراثونا في 50 يوما من قبل. ما زلتم غير مذهولين؟ حسنا، من إنجازاته أيضا قطع 563 كيلومترا في 80 ساعة متتالية. قال إنه توقف ليأخذ قيلولة قصيرة ليستريح. يحل في المركز الأول ويم هوف، الرجل الثلجي. ويم هوف هو بدون منازع أفضل الأشخاص الخارقين في كوكبنا لحدود الساعة على الأقل. قام هوف بتسلق قمة إيفرست بسرواله القصير فقط، الأمر الذي يثير الدهشة حقا، إذ إن أشخاصا كثيرين لقوا حتفهم أثناء تسلق إيفرست وهم يرتدون ملابس خاصة لهذا الغرض، لكن هذا الرجل تسلقه بسروال قصير، إلا أنه أصيب في قدمه قبل الوصول إلى القمة. حطم هوف الرقم القياسي بجلوسه في حوض مملوء بالثلج والماء لمدة 2 ساعات، كما أنه قام بالجري في ماراثون بالصحراء بدون شرب الماء. عجيب. يكمن السر وراء هذه القدرات حسب هوف في ممارسة التأمل وتقنيات ضبط التنفس، مضيفا أنه باستطاعة أي شخص أن يقوم بهذا. حقا يا هوف؟ لا أظن. وهل كنتم تعرفون أنه يتحكم في جهازه المناعي أيضا؟ فلقد قام بعض الباحثين بحقنه ببكتيريا تسبب أعراض الحمى والغثيان، لكن لم تظهر على هوف علامات المرض، مثبتا لنا أنه بطل هذه المجموعة وأنه حقا من أكثر الناس إدهاشا في العالم. إن أعجبك هذا الفيديو من قناتنا هل تعلم فلا تنسى الإعجاب والاشتراك. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.